فيديو النهاردة بقى لعشاق الفراولة. يعني هنعمل تورتايه كده بكريمة الفراولة اللذيذة، وهنعملها كمان بالاسبونج البيتي، وكمان يعني تورتايه في منتهى السهولة للمبتدئين. يعني شوف شكلها عسولة قوي كده، تحسوها بنوتاتي قوي كده. ياريت لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك، ولو لسه مشتركتوش اشتركوا، ولو اول مرة تشوفوني انا اسمي مي. يلا نبتدي على طول. اول حاجه معايا كوبايتين من الفراوله مقطعه كده قطع صغنونه، وبدات ان انا افرزها في الفريزر لما جمدت كده. بعدين ابدا ان انا اضربها بقى في الخلاط مع ميه ساقعه متلجه برضو، لحد ما تكون معايا عصير ساقع متلج كده. تمام. ابدا ان انا اعمل الكريمه. هنحتاج كوبايتين من الكريمه، وعليهم كمان معلقتين بستري كريم تدي طعم حلو قوي للكريمه. واحتاج كمان لكل كوبايه كريمه معلقتين من السكر، اذا كان بقى بودره او خشن او ناعم اللي موجود عندكم يعني استعملوه. دلوقتي نبدا ان احنا نحط بقى كميه العصير بتاعتنا او الميه بتاعتنا على حسب نوعيه الكريمه اللي احنا بنستعملها. شوفوا انتوا بتستعملوا نوعيه قد ايه وبتاخد نسبه سوائل قد ايه وحطوها. حطيت الاول مبدئيا، حطيت لكل كوبايه كريمه حطيت كوبايه ميه او كوبايه عصير، وبدات ان انا اضرب وهشوف بقى اذا كانت الكريمه بتاعتي محتاجه شويه عصير او لا. تمام. وعشان بقى ناخد اللون الحلو، اللون البينك الحلو ده، اللون الوردي الحلو ده، بدات ان انا احط بس لون احمر نقطه صغيره عشان تطلع اللون العسولي اللي انتوا شفتوه في الاول. تمام. بعد ما خلصت ضرب بقى الكريمه، احط كمان لون كمان كده عشان حسيت ان اللون مش يعني، حطيت كده وما لقيتش اللون اللي انا عايزاه، فبدات ان انا احط تاني نقطه، وبدات ان انا اقلبها كده، وبعدين نركن بقى الكريمه بتاعتنا على جنب ونشوف الكيك. نيجي بقى للكيك. طبعا احنا عملناه قبل كده في القناه المقاس ده والمقاس اصغر، فانا ما حبيتش ان انا اعمله النهارده عشان ما يبقاش متكرر كذا مره في القناه وكده. فانا هسيب لكم المقاس ده اللي انا استعملته ده في صندوق الوصف، وبرده المقاس الاصغر في صندوق الوصف. تمام. ابدا ان انا، اكيد بقى كلنا عارفين انه لازم الكيك لازم نعمله قبلها بيوم كده ويهدى خالص ويبرد بره كده، وبعدين نبدأ ان احنا نحطه ليلة كاملة في التلاجة. يعني احنا نعمله بالليل ونصحى الصبح نزين الكيك او التورتايه. لكن انا كنت اليوم ده مستعجلة، عشان انا كنت وعدت ابني ان انا اعمل له تورتايه عشان بيعشق حاجة اسمها الفراولة. فانا قلت له هتيجي من الدرس تلاقيني عاملاها، فانا اضطريت ان انا اعمل كله في حوالي كام ساعه كده، فسبتها تهدى خالص بس شويه. بعدين أنا بدات ان انا اقطعها واعمل الكريمه واظبط الدنيا كده. فلازم نكون عشان تطلع الكيك معانا نتيجه كويسه وما تتفرفتش كده، فلازم نكون مدين لها راحتها كده في التلاجة. تمام. للكريمه بقى ضربتها كده قلبتها تقليبه عشان يخرج منها اي هوا. وطبعا بقى اي حشوه احنا بنحبها بقى، وهي طبعا الفراوله، كلنا بنعشق الفراوله. بدات ان انا اقطعها قطع صغيره كده، ونشفتها كويس جدا من الميه عشان لما نبدا ان احنا نحطها على الكريمه ما تتزحلقش وتثبت معانا في الكريمه. بدات ان انا اقطع بقى الكيك بتاعي، وطبعا انتوا عارفين ان انا ايدي حوالي كده، لازم اعمل بالمسطره عشان انا بجد ببقى هقطع هنا الاقي ايدي راحت في حته تانية خالص. فانا حاولت ان انا اقطع الكيك مظبوط، ومع ذلك برضو الكيك ما اتظبطش. ماشي. في حتتين كده طلعوا اصغر من التانيين. بدات ان انا اجيب القطعه الاكبر شويه، بدات ان انا احطها تحت، واحط بقى طبقه من الكريمه وطبقه من الفراوله وقطعه صغنونه كده من الكريمه عشان ايه؟ الكريمه تلزق في الكيك. ماشي. زي ما انتم شايفين كده. واخلص بقى الكميه بتاعتي كلها، وكل شويه نحاول ان احنا نضرب الكريمه كده نقلبها بالاسباتولا عشان ايه؟ لو اي هوا دخل فيها يخرج منها كده، والكيك يعني الكريمه تبقى ناعمه كده وملساء وحلوه كده. طبعا بقى لو الكيك نشف معاكم شويه، حطوه يعني عصير فراوله بقى، اي حاجه انتوا بتحبوها بقى، اسقوه باي حاجه او شربات خفيف، اي حاجه انتوا بتحبوها. لكن الكيك بتاعي طري جدا وحلو، ونفس المقادير اللي انا بعملها على طول دي ما شاء الله اللهم بارك بتطلع نتيجه كويسه جدا. تمام. بخلص الكيك بتاعي كل الطبقات بقى، وابدا ان انا اضغط عليه بس كده عشان يتساوى الطبقات كده تبقى كلها مظبوطه. ماشي. وابدا ان انا بقى ايه؟ اقطع الطروف كده عشان انتوا عارفين ان انا ما ظبطتهاش. فحاول ان انا ايه؟ اطلعها مظبوطه يعني، اسوي الطروف كده عشان تطلع معايا مستطيل كويس.
بعد ما سويت كده الطروف كويس جدا وطلعت معايا مستطيل شكله حلو كده، الكريمه الباقيه بقى ببدا ان انا اقلبها بالاسباتولا كده عشان تطلع معانا كريمه ناعمه كده وملساء، وابدا ان انا اغلف بها التورتايه من بره وادي لها كفايتها شويه، يعني حبه حلوين كده من الكريمه. وكده كده بالسكرابر الاخير ده يعني الكيك هياخد كفايته من الكريمه وخلاص، مش عايز الباقي. بغلف الكيك بالكريمه كويس جدا، وبعدين بقى ابدا ان انا امشي عليها بالسكرابر، واي كريمه زياده بتطلع بنحطها تاني في البوله اللي هي فيها الكريم. وابدا ان انا اجيب بقى ايه اخر حاجه بقى، والتزيين البسيط السهل اللي انا بعشقه، بحب الشكل ده قوي. بجيب كده السكرابر اللي هو فيه سنان خطوط ده، وابدا ان انا امشي على الكيك داير ما يدور. والتزيين الاخير بقى اللي سهل قوي، كام روزيتا كده من الكريمه الفانيليا، نص كوبايه كريمه فانيليا كده ضربتها، وبدأت ان انا اعمل روزيتات كده داير ما يدور، وكمان على الكيك من يم تحت كده. وكده خلاص الكيك بتاعنا خلص. اخر بقى حاجة وهي الفراولة، بصفيها ازاي بقى او بنشفها ازاي؟ ببدأ ان انا اقطعها قطع صغيرة قوي، وبعدين ببدأ ان انا احطها في مصفى واسيبها تتصفى براحتها، ماشي، عشان لما نحطها على الكيك ما تبقاش الكريمة مبللة مننا، او ان هي مثلا الفراولة تتزحلق مننا. وبس كده. عشان بقى ندي لمعة حلوة كده للفراولة، ببدأ ان انا المعها بجل تلميع كده، ولو مش موجود جل التلميع معلقة عسل ابيض بنخففها بمعلقة مية، ونبدأ ان احنا ندوبها، وبعدين نلمع بها الفراولة. وكده بس الفيديو بتاعنا خلص. واخر تاتش صغنون قوي، يعني حطيت بس انا رشة من الفستق كده المطحون، عشان تاتش بقى يا جماعة ماشي، يدي لها لون حلو كده وحيوي، يعني الفراولة حلوة قوي. بس كده الفيديو بتاعنا خلاص. يا ريت لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك، ولو لسه مشتركتوش اشتركوا، واشوفكم في فيديوهات تانية، وباي باي.